الزمالك وبيراميدز؟ انا اقول لك. شوط اول بعنوان خطفونا قمنا اتخضينا. الماتش بيبتدي بجون لبيراميدز في الدقيقه 5 المايلي. بعد كده الماتش كان ممتع الصراحه، هجمه هنا على هجمه هنا. الزمالك بيعمل هجمه ويضيع، قصادها بيراميدز بيعمل هجمه ويضيع. كل فريق مستقتل على المكسب، وضيعوا فرص كتير بقى كتير ما تعدش، سواء من هنا او من هنا. وفضلنا على كده لحد ما خلص الشوط الاول 1-0 لبيراميدز. يلا مفيش وقت معاد اللايك. الشوط الثاني الزمالك مستقتل على الكرة حرفيا. في الدقيقة 78 احمد توفيق بيطرد وبيراميدز بيلعب -1، وفضلت المحاولات رايح جاي في ماتش ولا اروع. دي كورة، احنا بنتفرج على كورة. خلاص احنا في الوقت بدل الضيع وبيراميدز قرب يحتفل، بس هيد دونجا كان ليها رأي تاني وجاب جون التعادل. يلا بينا اكسترا تايم، يلا بينا بسرعة كده، الماتش فيه احداث كتير. في الدقيقة 93 مصطفى فتحي جون 2-1 لبيراميدز. في الدقيقة 101 سامسون رجع يتعادل جون للزمالك، بقينا 2-2. في الدقيقة 108 محمد حمدي جون 3-2 لبيراميدز. في الدقيقة 112 ناصر منسي جون ورجع الزمالك اتعادل، بقينا 3-3. الماتش ده ايه الحلاوة دي، ده انا نفسي اتقطع. يلا بينا ضربات جزاء. المسلوسي جون، عبد الله السعيد جون، قدامها رؤى في العارضة، رمضان صبحي جون، عبد الله جمعة جون، كريم حافظ جون، ناصر المنسي جون، احمد سامي بيصدها عواد. الماتش ده انا تعبت. زيزو جون، مصطفى بيصدها عواد، وبيتألق عواد في ضربات الجزاء. مبروك للفرقتين الحقيقة في ماتش ولا اروع، ومستنيين الزمالك في النهائي. سلام.